النهاردة هنتكلم عن أعظم ماكينة ربانية شغالة جوا جسم الإنسان، القلب. يا ترى قلبك بينبض قد إيه؟ قبل ما أكلمك عن الأرقام خليني أقولك حاجة. قلبك في اللحظة اللي انت بتتفرج فيها على الفيديو ده شغال، بينبض، بيوصل دم، بيحافظ عليك عايش من غير ما تطلب منه ولا مرة انه يشتغل. طيب السؤال، يا ترى بينبض قد ايه في اليوم؟ بص، الرقم كبير لدرجة انه ممكن يدوخ. القلب بينبض في اليوم حوالي 100,000 نبضة. ايوه 100,000. تخيل لو كل نبضة كان ليها صوت، كان ودانك هتنفجر من كتر الضوضاء. بس سبحان الله، كل ده بيحصل بهدوء وانت مش واخد بالك. طب تعالى نحسبها في السنة. 100,000 نبضة في اليوم يعني حوالي تقريبا 36 مليون نبضة في السنة. ولو عمرك 20 سنة قلبك بينبض أكتر من 720 مليون نبضة. طب لو عمرك 40 سنة يبقى عديت المليار نبضة. لكن الموضوع هنا مش مجرد أرقام، الموضوع ان القلب ده عبارة عن ماكينة ربانية مش ممكن اي مهندس في العالم يصنع زيها. الموتور اللي عندك في العربية لو شغلته يومين ورا بعض من غير راحة هيولع، لكن القلب شغال من يوم ما اتخلقت لحد النهاردة من غير ما يطلب منك راحة ومن غير ما يقولك كفاية تعبت. القلب مش بس بينبض، ده كل نبضة بتوصل دم واكسجين مغذي لمليارات الخلايا في جسمك. لو نبضة واحدة وقفت، مئات العمليات الحيوية في جسمك بتقف في لحظة. والأغرب من كده إن حجم القلب نفسه مش كبير، وزنه حوالي ربع كيلو، يعني تقريبا وزن تفاح. وفي معلومة كتير برضو ناس ما تعرفهاش، القلب عمره ما بينام. جسمك بينام وعقلك بيهدى، لكن القلب بيشتغل بكفاءة أعلى كمان علشان يصلح الجسم وهو نايم. كل ده يخليك تسأل نفسك سؤال مهم، احنا ازاي ساعات بنهمل جسمنا وبنهمل نعمة ربنا؟ بناكل غلط وبننام قليل، بنشرب حاجات ترفع الضغط، وبرضو القلب مكمل وبيحاول يصحح كل غلطاتنا. فالمرة الجاية اللي تحط ايدك على صدرك وتسمع دقات قلبك، افتكر ان كل نبضة منهم هي سبب انك لسه هنا عايش، بتتنفس، بتتحرك، وبتشوف.